السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع تول جديدة من جوجل، والتول دي مخصصة لإنشاء وتعديل الصور، اسمها نانو بنانا. ماليش دعوة بالاسم، محدش يضحك، هم اللي مسمينه كده. دي أداة لتعديل وتوليد الصور بالذكاء الصناعي. طيب حد هيقول لي طيب ما في أدوات كتير جدا لتعديل وتوليد الصور بالذكاء الصناعي. هقول لك لا يا صديقي، ثانية واحدة انتظر. الأداة دي مختلفة من ناحية إنها بتعمل تعديل على الصورة بدون التأثير على الصورة الأصلية. يعني في طبعا انا متفق معاك ان في تولز كتيره بتعمل انشاء للصور باستخدام الذكاء الصناعي، بتكتب له نص وينشئ لك الصوره، لكن الحقيقه قدرات التولز دي في التعديل ضعيفه جدا. بمعنى انك انت لو اديته صوره وطلبت منه يعدل عليها، ان هو يضيف نص او يعدل حاجه معينه فيها او يضيف ظل او كذا او كذا، هتلاقيه راح جاي مأثر لك على الصوره الاصليه. هتلاقي شكل الشخصيات مش زي ما انت كنت عاملها في الاصل، او الوقفه بتاعتها ما هياش هي. لا، لكن هنا احنا مع التول الجديده دي يا جماعه فيها فعلا مميزات خطيره جدا جدا وجميله جدا جدا هنتعرف عليها النهارده. وخاصه حتى من ضمنها ان انت تقدر ترفع صورتين مع بعض او اكتر من صوره مع بعض، وتطلب منه ان هو يدمجهم مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. فتعالوا بينا كده نشوف التول الجديده نانو بنانا، ويلا بينا. هنا مثلا انا عندي صورتين، صوره سمكه وصوره حوض، تمام؟ رفعتهم على البرنامج، راح جاي مطلع لي السمكه جوه الحوض. ولاحظ ان هو هنا ايه، استكمل مثلا ديل السمكه. يعني هو لما لقى الصوره مش كامله استكملها هو من عنده، وراح حاططها حتى كده في وضع بحيث انها تبقى لايقه على الايه، لايقه على الحوض، وحطها في النص وشال الفيلنج اللي كان وراها ده او الباك جراوند اللي وراها. تمام، تعالوا نشوف. هنا مثلا ادي الصوره دي انا كنت مصورها في العيد اللي فات، كل سنه وانتم طيبين. مش عارف انتوا فاكرينها ولا لا، نزلتها انا على الفيسبوك بس ما نزلتهاش هنا. فطلبت منه يخليها الصوره بتضحك، فهنا خلى بس الضحكه هنا، لكن بقيه الصوره زي ما هي، نفس الوسامه ونفس الجمال زي ما انتم شايفين. تمام، تعال نشوف اللي بعدها. هنا طلبت منه يشيل الخلفيه، في ثانيه واحده كان شال الخلفيه، مجرد امر واحد، كلمتين اتنين، احذف الخلفيه، كان شال الخلفيه واداني الصوره من غير خلفيه عشان اقدر استخدمها في اي حاجه تانية انا عاوز استخدمها فيها. هنا مثلا عمل لي حاجه حلوه قوي بالنسبه لسلسله تعليم البايثون اللي انا عاملها. في شاب كان عامل لي الديزاين بتاع اول حلقه، فكان عامله بالشكل ده، وكان كاتب هنا الحلقه رقم 1. فلما انا جيت اعمل الحلقه رقم 2 بقيت عايز اشيل الواحد ده واحط مكانه 2، بس بشرط ان تبقى الاثنين يعني ايه، واخده نفس بقى يعني حواليها كده اطار اسود، وواخده هنا لون ازرق ومتدرج لحد البرتقاني. بجد كانت صعبه جدا جدا ان انا اعملها سواء مانيوال او بالذكاء الصناعي. يعني اختبرت تولز كتيره وجربت حاجات كتير مفيش فايده، ما عرفتش اعملها، لدرجه ان انا في النهايه، ويمكن انتوا خدتوا بالكم اللي متابع القناه، ان انا في النهايه عملت التالي. في النهايه انا رحت جاي عامل هنا دايره سوداء عشان اداري الواحد خالص، ورحت كاتب 2 باللون الاصفر. طبعا ما هياش بنفس الجماليات ولا بنفس الاتقان اللي كان في الصوره الاولانيه، لكن مع التول الجديده يا اصدقائي صدقوا ان انا بامر واحد بس قلت له شيل الواحد اللي في نص الصوره اللي على الشمال وحط بداله 5، ودي كانت النتيجه. طبعا عشان انا بجهز للحلقه ال5 فانا عملت كده. ادي كانت النتيجه، ان هو كتب لي ال5 باسلوب متدرج وباسلوب متوافق مع الرسم اللي حواليها، ونفس التأثيرات اللي كانت على الواحد هي اللي على ال5. فاحنا قدام تول جبارة يا جماعة وعملاقة. تعالوا نتعرف عليها عن قرب. عشان نستخدم التول دي يا جماعة تعالوا هنا هوت هندخل على السيرش بتاع جوجل، وهنكتب كده هوت جوجل AI ستوديو. تمام، وهختار جوجل AI ستوديو، وهختار اول نتيجة هتطلع اللي هي دي. تمام، وهختار جيت ستارتد. هنا هيطلع لي كذا اوبشن كده، هختار منهم تراي نانو بنانا. دي الشاشه الرئيسيه بتاعت نانو بنانا. اول حاجه هنلاحظها بس هنا عاوزكم تلاحظوها معايا، ان هو لما بدات اداني هنا قال لي ان انت استهلكت 11 توكنز. التوكنز دي زي ما تقول هو كده عداد او كاونتر، هو بيبدا كل ما انت بتبدا تستخدم التول بيبدا ينقص من التوكنز بتاعتك. يعني هنا لو انا عملت كده هوت وقفت كده بالماوس هنا هيقول لي انت ليك 32768 توكن، وانت استهلكت منهم 11 لحد دلوقتي. طبعا احنا ما عملناش حاجه، و11 كميه قليله، اوكي مفيش مشكله. تمام، طيب خليكم بس مركزين معايا في المعلومه دي شويه، عشان تقريبا التول دي فري. يعني هو مفترض ان انت طالما في توكن بتعد عليك يبقى انت كمان شويه هيقول لك انت التوكنز بتاعتك خلصت واشترك بقى في النسخه المدفوعه. لكن الحقيقه الحاصل لحد دلوقتي ان انا عمال طول النهارده بجرب والتوكنز بتاعتي ما خلصتش، وهقول لكم ازاي. فهنا هوريكم ازاي انا عملت مثلا اي تجربه من اللي انا عرضتها عليكم دلوقتي. اوكي، وليكن مثلا انا عندي هنا هابلود صورتين مع بعض زي ما شفنا في البدايه. هاخد صوره السمكه وهدوس كنترول واختار معاها صوره الحوض الفاضي ده. تمام، وهقول له اوبن، فتح لي الصورتين مع بعض.
هاجي هنا في البرومت دي اللي هو كاتبها وهقول له ايه، ادخل السمكة في الحوض وهقول له رن. تمام، نفس الصورة اللي شفناها في الاول يا جماعة. هو هنا خد السمكة وحطها جوه الحوض، هو طبعا لسه بس ما وقفش، حطها في المكان المناسب وزي ما انتم شايفين حط هو شال الخلفية وحط وراها زرع كده افتراضي اللي هو ده. اوكي، واداني هنا اوبشن ان انا اعمل داونلود للصوره دي، يعني حاجه كده، حاجه ببلاش كده زي ما بيقولوا. انا ما شفتش بصراحه قبل كده تول بتاعه صور بالاي اي بتعمل كده، بتقبل صورتين وتدمجهم مع بعض. ده حتى كمان انا في تجربه كمان اخطر من كده، يعني انا شفتها بصراحه حد عاملها وجربتها جميله جدا. لو انا عملت كده كمان قلت له هات لي الصورتين دول، صوره السياره دي مع الطريق ده، بدوس كنترول عشان اختار الاثنين واقول له اوبن. انا بس بعمل ليه كده التجربه الثانيه دي عشان هوريكم حاجه عايز استنتجها منها. هقول له هنا اهوت، تعالوا نجرب حتى باللغه العاميه. حط العربيه على الطريق، تعالى نشوف كده هيفهم اللغه العاميه ولا لا. بالمحاوله هتلاقي ظبط الدنيا. يعني انا من شويه لما عملت التجربه دي كانت العربيه، يعني رغم ان العربيه هنا واخده اتجاه كده شمال، هو جابها في نفس الاتجاه وده غلط، هو ما يعني ما حطهاش على الطريق صح. لا، لو عملت محاوله تانية ممكن يجيبها لك على الطريق صح، يعني هتلاقيه راح جاي حاططها بحيث ان هي بقت عامله كده. وده ظهر لي من شويه، بس طبعا مع التجربه الدنيا بتختلف شويه. اللي عاوزكم تلاحظوه بقى هنا ان عداد التوكنز فوق، او يعني التوكنز اللي مصرح ليها باستخدامها المجانيه وصل 7760 من اجمالي 32768. طيب لو انا عملت كده باك، لا سوري، لو انا عملت باك كده يعني رجعت شويه وقلت له جيت ستارتد واخترت تراي نانو بنانا تاني، راح جاي جايب لي 11 توكنز. تمام، اللي عنده تفسير للموضوع ده يكتبوا لي في الكومنت. لكن الحقيقه يعني كده يبقى هو فري، يعني كل ما انا هطلع وادخل هيديني التوكنز من اول وجديد وينقص لي ال 11 بس بتوع الاول. يعني انا من شويه كنت تقريبا مستهلك 7000 وشويه، دلوقتي رجعوا بقى 11. فدي حاجه طبعا ممتازه، يا رب يا ربنا يديمها نعمه وتفضل كده على طول زي ما احنا متوقعين. اوكي، طيب تعالوا نشوف مثال تاني. يعني لو انا هنا جبت الصوره دي، هنا زي ما انتم شايفين مكتوب الحلقة 1. طب أنا دلوقتي بجهز الحلقة 5، فزي ما بقول لكم أنا قعدت في التولز كتير بالذكاء الصناعي ومانوال إلى آخره عشان أظبط إن الواحد دي أخليها 5 ويبقى لها نفس التأثيرات الموجودة دي. يعني بصراحة دخ تمام لحد ما لقيت التول دهيت. فجيت هنا بمنتهى البساطة أروح جاي أكتب له هنا كده إيه، غير رقم 1 في منتصف يسار الصورة، يسار الصورة ها شمال، خلوا بالكم يعني محدش يتلخبط في الشمال واليمين، يعني اليمين اللي بناكل بيها، إلى رقم 5. وتعالوا نشوف النتيجة السحرية. رن. تمام كده يا أصدقائي، كتب 5 تقريبا بنفس الفونت بنفس الافكت بنفس كل حاجه، يعني بجد حاجه روعه. فانا يعني ادعوكم ان كنتوا تستخدموا التول دي. الناس اللي هي بتعمل حاجات على اليوتيوب او الناس اللي هي شغاله في الجرافيكس استخدموها يا جماعه وجربوها. اعتقد يعني انا يا دوب بس جربت حاجات بسيطه فيها، بمجرد كلمه واحده او كلمتين 2 بتكتبهم بتلاقي اللي انت عاوزه تحقق في ساعتها، حاجه يعني ماجيك يعني سحر. تمام، تعالوا كده نعمل تجربه تانية. انا هختار صوره وهقول له اوبن وهطلب منه هنا ازاله الخلفية ورن. شال لي خلفية الصورة وكله تمام التمام، الصورة زي ما هي، شال الخلفية بتاعتها. لو انت عاوز تستخدم بقى صورة عندك، عاوز تستخدمها في صامبنيل او عاوز تستخدمها في اي حاجة من غير الخلفية، فهو كده نضف لك الخلفية تمام. تعالوا نعمل كده تجربة جديدة. ده سيلفي انا كنت واخده اهو، طبعا تعبان قوي، اضاءة طبعا اي كلام والخلفية اي كلام، بس انا كنت عايز اجرب بيه ميزة معينة في البرنامج. فحاجة هنا على البرومت واقول له ايه، اضف محمد صلاح إلى السيلفي مع خلفية شجرية، وتعالوا نشوف هيقول إيه أو هيعمل إيه. هو هنا برضو عشان بس تبقوا في الصورة معايا، ساعات بيروح عامل كده يعني يقول لك بالتأكيد وما يعملش حاجة. هو هنا بقى في حاجة تقريبا السيستم بقى بتاعهم فيه مشكلة. طب بلاش خلفية شجرية،
لا هو هنا يعني شكله هيس او في بقى مشكله في الطلب دوت. بس الحقيقه انا لما عملتها الصبح وكنت عاملها حتى من الموبايل كانت النتيجه كده. يعني طبعا هو يعني ظبط في الصوره حتى بتاعتي وظبط الاضاءه، ويعني ضاف محمد صلاح، وطبعا يعني حاجه يعني جهد مشكور جدا ان هو يعمله. بس مش عارف دلوقتي في ايه بقى يعني. بس برضه عشان تبقوا متوقعين، هو بصوا يا جماعه هم هنا حتى كاتبين ايه، هم كاتبين ملحوظه يقول لك this model is not stable and may not be suitable for production use. يعني بيقول لك الموديل ده ما هوش ستيبل لسه، ما هوش ثابت وما هوش مناسب للاستخدام لو انت هتنتج بيه منتج فعلي. احنا دلوقتي طبعا بنجرب، فاحنا في طور التجربه. اوكي، فيعني ممكن نتائج ساعات تهيس مننا شويه، زي ما شفنا العربيه من شويه ما كانتش مظبوطه. وفي برده ملحوظه وهكتبها تحت بيقول لك جيميناي 2.5 فلاش ايمج does not currently support editing images of children. يعني انا الصبح برضو كنت بحاول ان انا اظبط شويه صور للعيله كده واضيف لها الوان وكلام من ده، فرفض وقال لي نوت بيرميتد. وانا بقيت مش عارف ايه السبب. في الاخر لما قريت الملحوظه دي عرفت ان الصور دي كان فيها اطفال صغيرين، فهو كده لسه تحت الاختبار. بس تقدروا تستفيدوا منه زي ما انا عملت كده النهارده وزي ما شفنا مع بعض. يا رب تكون الحلقه دي مفيده لكم. اتمنى اقابلكم على خير في المره القادمه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.